مع اخر فيديو هنشوفه مع بعض. ان عشان افك الموضوع صعب، فالواحد بيجي هنا يقول انا عايز اعيش هنا. السلام عليكم، عاملين ايه؟ صباح الخير، يا رب تكونوا بخير. مع اخر فيديو هنشوفه مع بعض من الجراج. جهزنا كل حاجه، ظبطنا الشنط. طبعا صحيت متاخر شويه عن الجدول اللي المفروض ان انا كنت عامله، فهحاول انجز في الطريق. ربطت شنط اي كلام، محتاج تربط احسن من كده. تربطها غلس شويه الصراحه، فلما اقعد كده وانجز حالي هشوف الدنيا ممكن تربطه ازاي، ويلا بينا على الطريق عشان مفيش وقت. يعني قطعنا مسافة كويسة إلى حد ما. احنا دلوقتي في مدينة إيدكو. هي إيدكو دي ما بين رشيد واسكندرية. عملت سيرش عليها لقيتها إن هي أصلا كانت مدينة فرعونية اسمها تاجو، فالموضوع قديم، واضح إنها مدينة قديمة يعني، فيها مزارع سمكية وبتاع. واسمها تاجو ده معناها التل المرتفع، لأنها مبنية على تل مرتفع، تل رمل مرتفع. وهي فعلا لما بتيجي تدخل عليها من الطريق الدولي بتلاقي نفسك طلعت زي جبل كده وبتاع. والله مدينة جميلة. كان زمان هنا كده الحته ديت على ما افتكر، يعني لما كنا بنعدي من الطريق دوت كان بيبقى فيه مدافع اللي هي بتاعت قلعه قايتباي في الطريق الدولي الساحلي. والبتاع ده مش عارف جاي منين، ده بتاع ايه ده ولا ايه؟ بس ده جديد الميدان ده. يلا بينا نكملوا مع بعضنا الطريق بتاعنا. ريحنا السكوتر شويه، احنا ما سافرناش مسافه طويله يعني، بس هنكملوا مع بعض ان شاء الله. وصلنا رشيد، والعادي في رشيد انك تشوف حاجه زي كده، مدفع من ايام صلاح الدين. والله حديد، لا حديد. حديد ده. تخيلوا ده يا جدعان، ده بقاله كام سنه ده؟ يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. رشيد هي مدينة مصرية تبع محافظة البحيرة، بيطلق عليها بلد مليون نخلة، وتعتبر كمان من أهم المدن في مجال صناعة السفن. وفيها معالم كتير جدا زي كورنيش رشيد اللي يعتبر فسحة أساسية لأهل رشيد، وميدان الحرية اللي بيكون في بداية الكورنيش، ومسجد أبو منظور اللي في آخر الكورنيش تقريبا. وكان زمان عبارة عن جزيرة بتوصل لها عن طريق مركب، ولكن حاليا تم عمل طريق بيوصلك لحد المسجد. والمسجد ده يقدر عمره بأكتر من 1000 سنة، وبيرجع تسميته للعارف بالله محمد أبو منظور أو شهرته أبو النضر، وده بسبب قوة بصره. مدينة رشيد هي مدينة تاريخية، واسمها القبطي كان رخيت، وبعد كده تم تسميتها برشيد. وأهلها ناس طيبين جدا فوق ما تتخيل، وشفت منهم كرم ضيافة حقيقي. وفي أيام الدولة العثمانية كانت رشيد تعتبر من أقرب المواني الكبيرة للقسطنطينية. عشان كده ما تستغربش لما تمشي في شوارعها وتلاقي البيوت حواليك عمرها 1400 سنة، ومبنية على الطراز العثماني اللي تنبهر بكل خطوة تمشيها. ولكن أهم بيت في رشيد هو بيت الأماصيلي اللي قدرت إني أدخله وأصور كل جزء فيه، وهو بيت مسجل ضمن الآثار الإسلامية بمصر. واللي بنى البيت كان قائد في الجيش العثماني، ولكن بعد كده انتقلت ملكية البيت للخادم بتاعه وهو أحمد الأماصيلي. البيت بيتكون من 3 أدوار. أول دور هو الدور الخاص بالضيوف، وبيكون عبارة عن أوضة استقبال وكلها معمولة على الطراز العثماني. ولما تبدأ تطلع السلالم بتوصل للدور التاني وهو الخاص بأوض النوم، وكذلك غرفة الموسيقى، وده عبارة عن باب وعليه أحجار كريمة، ولما بيتقفل بيكون على شكل دولاب. بس ده مش دولاب عادي، ده عبارة عن سلم سري، وكان بيستخدم للحريم علشان تطلع غرفة فوق تقدر من خلالها تتفرج على المغنيات وهي بتغني، وكذلك تتفرج على الرقصات. وبرضه كانوا بيستخدموا الغرف دي لتغيير الملابس، أجواء كده شبه أجواء حريم السلطان.
ممكن تسرح في جمال المكان من تحت، ولكن لو ما بصيتش فوق هتفوت عظمة وجمال من نوع تاني، وهو السقف اللي برضو عليه زخارف من أحجار كريمة مختلفة. الانبهار مش بينتهي هنا، ولكن هتلاقي الدولاب الدوار ده، وده بيستخدم لنقل الطعام من الجنب التاني اللي بيكون المطبخ، وده علشان الخصوصية بإن الحريم ما تتكشفش على الرجالة وتوصل لها الأكل بدون تواصل ما بينهم. البيت اتعمل له ترميم قبل كده من خلال بعثة إيطالية، وده كان شكل الجدار الأصلي قبل الترميم، وده نفس الأدوات اللي استخدمها في عملية الترميم. حتى التفاصيل في باب البيت من بره مكتوب عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. من بره البيت هتلاقي الشباك ده، وهو عبارة عن حوض كان بيتحط فيه مية سبيل للفقراء، وبيتم ملء الحوض من خلال بير مية خاص بالبيت. وبعديها على طول هتلاقي بيت الخدم اللي قام ببنائه وهو عثمان آغا الطبجي اللي هو صاحب البيت. وبعديهم هتلاقي طاحونة، واللي كان فيها بيتم طحن الحبوب بطريقة يدوية عن طريق الخيول اللي بتحرك الطاحونة، واللي بدورها بتحرك الحجر في شكل دائري علشان تطحن الحبوب. العجيب أكتر إن كان في درجتين للطحن، لو عايز طحن خشن أو طحن ناعم عن طريق الدراع ده. ودي الجنينة الخاصة ببيت الخدم، وهتلاقي فيها عمودين مختلفين، واحد يوناني وواحد روماني. وده المكان كله كان عبارة عن اسطبل للخيل اللي بتقوم بعملية الطحن. وأخيرا الفتحتين دول اللي بيقعد فيهم العامل علشان يتابع عملية الطحن في حالة إن حصان وقف أو الحصانين كانوا هيخبطوا في بعض، كان بيستخدم الكرباج علشان ما يخبطوش. والله مدينة رشيد دي مش ممكن بجد، أنا أول مرة أكتشف كل الحاجات اللي فيها دي. أنت لو قعدت تمشي بس في الشوارع كده هتنبسط. في السوق القديم والبيوت القديمة، في بيوت من سنة 12 هجرية. أنا لقيت بيت مكتوب عليه 12 هجرية، يعني بقاله فوق ال1000 بقالي كتير كتير. طب متخيلين؟ لا بجد ما كانش ينفع أبقى في محافظة البحيرة وما ازورش رشيد. لازم رشيد تتزار. كان الفلوج ده كان هيبقى أي كلام لو ما زرتش رشيد. بص المنظر. طلع منه زي ما دخل. يا محمد قل آمين، فقلت آمين. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. ووصلنا مدينة دمنهور بعد سكة طويلة والله. بس المشكلة النهاردة الجمعة، دمنهور ما فيهاش حاجات كتير، يعني فيها دار الأوبرا، فيها مسجد التوبة، مسجد الحبشي، برضو دي الحاجات اللي أنا لقيتها. بس المعلومة اللي اكتشفتها إن دمنهور هي عاصمة محافظة البحيرة، عشان كده لقيت مديرية الأمن هنا، مستغرب مديرية أمن دمنهور. دي معلومة لسه عارفها جديد. وبرضو عرفت إن هي اسمها مشتق من الاسم الفرعوني دي من حور، مدينة الإله حورس، لأن كان بيتم فيها عبادة الإله حورس في أيام الفراعنة وكده. من المدن الجميلة دمنهور والله، فيها المرور هنا عامل شغل عالي قوي. في مشتل كده على الطريق بره، هطلع اتفرج عليه كنت شفت صور ليه حلوة وبتاع، ما ناخده بص عليه كده. بصوا منظر كورنيش. سامعين صوت العصافير؟ في عصافير على الشجرة هنا عمالة تصوصو. ده كده كورنيش دمنهور. يلا قعدت اريح شويه على الكرسي ده، موتوسيكل اهو، وهبدا اتحرك تاني ان شاء الله. نروح ونخلص المشتل ده ونطلع على تل البارود نفطر هناك. للاسف جايين نتحرك، تقريبا حاجه ضربت البوجيه او قاعه الكربراتير دي، للاسف ضربت، من الاعطال الشائعه يعني اللي بتحصل كتير. الحاجات دي وارد انها تحصل. انا ما عنديش مشكله انها تضرب كل شويه، انا عندي مشكله ان عشان افك الموضوع صعب. فانا كده محتاج ان انا لما اركن تاني في مكان اجيب لها افيز واربطها ربطه كويسه عشان ما تفكش تاني. والله انا جيت المشتل اسمه جاكاراندا، حلو في دمنهور. القعده حاجه جوه لذيذه، وفي سمك وبتاع، وتاكل سمك وبيعملوا فطار في غير رمضان. بس لقيت قلت لها عايز اصور، قالت لي الدخول ب50 جنيه. فانا ما لقيتش حاجه تتعمل غير ان انا اصور شويه السمك وشويه الزرع وخلاص. بس حبيت اقول يعني على المكان، لو حد في دمنهور وحابب يجي قعده حلوه وخروجه حلوه وبتاع، المكان لذيذ.
فضلك بقى 140. حبيبي شكرا. وصلنا ايتاي البارود عند اخويا احمد امين، الراجل المحترم اللي عازمني النهارده. الحمد لله على السلامة يا صاحبي. ايتاي البارود والبحيرة كلها نورت وابو منجود نورت. حبيبي يا باشا. بصوا المنظر يا جدعان، بصوا الحلاوه، يا نهار ابيض على الجمدان. المنظر لو كان اقل من كده كنت هزعل قوي على المشوار اللي انا جيته والله بجد. ده خص، ده خص بس لسه صغنون. وده برسي، ده رز. تعالى بقى اوريك خبراتي. الصورة اللي الرئيس كان بيتصورها زمان يصور كده. مش عايزين نخبطه في حد. طبعا بقى بص، ايوه ده تقريبا جرجير. ده جرجير، ده عارف. ايوه ده اسمها ايه، خضرة. جرجير حلو. ده فول بقى ان شاء الله، بس لما يكبر ان شاء الله يبقى فول كبير يعني. والله جرجير. وعندك كده قصب، قصب جوافة وجوافة. مانجا وراها. مش شايف المانجا ورا خالص بعيدة. ده بسم الله ما توم. شاء الله. يعني جمدان، حديقة جمدان. على صغرنا جمدان. وكده. الواحد بيجي هنا يقول انا عايز اعيش هنا. لا فعلا الواحد نفسه يعيش في مكان زي ده. انا اخليه بقول لكم بقى يا جماعة. قطوطة تعالي تعالي صغنن. ايه راح فين؟ بطة. الله، بسم الله ما شاء الله. استنى، حد جوه؟ في حد هنا؟ لا تعال. ده الفرن بتاع زمان. انت جدتي ده. الفرن بتاعت زمان كانت بتتعمل من الطوب والطين. يحطوا الحطب من تحت، من هنا كده، من هنا كده، ويولع نار تحتها على دي حديد، ويحطوا بقى ايه الاكل كله يستوي هنا كده. النار تبقى طالعه من الجنب كده احيانا ومن تحتها. بيطلع الفرن ده عليه حته طاجن، اي حاجه تتعمل فيه بتبقى حلوه. لو حطيت فيه بني ادم دمه تقيل هيطلع حلو بجد بجد. انا عايز فرن زي ده عندنا في البيت. الله أكبر الله أكبر. كل سنه وانتم طيبين. بيجهز عشان يقتحم. تعالوا افطروا معانا. خش لي على البط دي، شوفها بتقول ايه. يا باشا يلا بينا. نشوفكم بعد الفطار. من الحاجات الحلوه هنا في ايتاي البارود الشارع ده او الحديقه دي. الشارع دوت اسمه هنا بتحصل حاجات اسمها الطواف. الطواف بيحصل خميس وجمعه. ليه اسمه خميس وجمعة بعد المغرب يا باشا تبدأ تلف كده وتلاقي ايه، ايتاي البارود كلها بتتجمع عند المركز السنتر بتاع ايتاي البارود. كل الحديقة كل اللي بيعملوه اللي الموتوسيكلات والعربيات بتقعد تلف حوالين الحديقه ديت كده 7 شوط. 7 اشواط. فطول ما انت ماشي هتلاقي الناس العربيات رايحه جايه وعربيات كتير. انا استنيت حته فاضيه عشان اعرف اصور من الدوشه ومن الناس، وفي توك توك كابورليه عمال يلف معاهم. عايز اقول لك بقى مرحلة رمي الجمرات هي بتيجي بعد ما الطواف بيبدأ. حبيبي رجالة فدي من الحاجات اللي كان لازم اصورها في ايتاي البارود، ويعني شبه هنختم بيها الفيديو. وفي صندوق زباله مولعين في نار. ده رمي الجمرات بقى. مش عارف ليه على المرحله. مرحلة رمي الجمرات. هل دي اجواء شيكاغو ونيويورك ولا اجواء ايه دي بالظبط؟ الله اعلم، بس المكان حلو قوي. وخلصنا البحيرة وشفنا كل حاجة حلوة فيها، وكانت جميلة الصراحة. تعتبر أول يوم في الرحلة اللي كان هيحدد حاجات كتير جدا. هيحدد إذا كنت هقدر أكمل ولا مش هقدر، يحدد اليوم هيمشي إزاي والدنيا هتمشي إزاي، وهقابل مين وهنام فين وهفطر إيه، وهل هجوع على الطريق ولا مش هجوع،
ولكن الحمد لله الطريق كان كويس، ما حسيتش بجوع ولا بعطش، والوقت عدى بسرعة، ويمكن كنت عايز وقت فوق الوقت كمان. فحقيقي انبسطت بالتجربة. اللي بيخبط بره ده المسحراتي، لأن الساعة دلوقتي 2:30 تقريبا. فيا دوب هنتسحر وأكمل مونتاج الفيديو عشان ينزل بكرة إن شاء الله، اللي هو انتوا بتتفرجوا عليه دلوقتي، اللي هو نزل خلاص. وبعد كده ننام، وبكرة نروح كفر الشيخ. تصبحوا على خير. استنى بس قبل ما تقفل، ده المونتاج بتاع الفيديو. حقيقي الموضوع متعب، فأتمنى إن أنت تشترك في القناة وتعمل لايك واكتب كومنت تقول لي رأيك، لو حاجة عايز نغيرها، حاجة عايز نزودها، حاجة عايز نصورها في الفيديوهات الجاية. عرفني، شاركني كده يا أخي، خلي بينا ود ومحبة كده. تصبح على خير.